التقاضر هو واحد الحفله قمنا بها باش نحتفلوا بالجيل الذهبي اللي حنا امهاتنا وابائنا اللي خصنا نخليو هذيك المكانه ديالهم التاريخيه اللي هي حنا مكرسه عندنا، وعندنا رضا الوالدين مهمه بزاف. دونك خاصنا دائما يبقى هذه المكانه. دونك اليوم غادي نديروا تكريم تاع اناس اللي حقوا الكثير للبلاد وباقيين تيحقوا، وعن طريقهم ماشي غير هما اللي الاحتفاليه ماشي غير بهم، احتفاليه حتى بجميع هذا الجيل الذهبي. الثقه هي واحد العرض متكامل فيه اكثر من 30 خدمات جمعناهم كلهم بواحد الطريقه سلسه، بواحد نموذج مغربي محض، وتمكن الناس باش يعيشوا بطريقه يفرحوا يعيشوا بخير الحمد لله، وفي نفس الوقت بالثقه. داكشي علاش حيت كل شيء تنبثق من الثقه. ما بين الامور اللي درنا مثلا في كاس افريقيا كان عندنا اكثر مع الجامعه الملكيه لكره القدم اكثر من 100 شخص تاهما داروا كانوا معنا في الاورغانيزاسيون، والحمد لله كان صدى قوي. ورينا حنا العالم ككل بأننا في المغرب عندنا واحد الثقه في هاد الناس، وبأننا كنديروا لهم المكانه ديالهم، بأن هاد الناس هادو خاصنا نديروا لهم التكريم ديالهم، خاصنا نتصنتوا لهم، باقي يعطيو الكثير. كباقي الفنانين هذا شرف كبير أن نكون حاضر في التظاهرة الكبيرة اللي كتحتفي بالجيل الذهبي. هذه فكرة رائعة، وكنتمنوا دائما لي سينيور يعني الجداد والدينا اللي بهم باش حنايا قدرنا نديروا شي حاجة يعني في أي مجال. فنقول شكرا للتقاضر على هذا الحفل الرائع. الحدث اللي منظمه بطبيعة الحال الثقة كيظهر لي واحد الحدث مهم جدا، لانه كيكرم واحد العدد من يعني الشخصيات بارزه بلادنا الحبيب. وانا كرياضي يعني اللي كنعرفوا تكريم نجم او احتفاء بنجم من نجوم كره القدم هو صراحه هو احتفاء بواحد بجيل ماشي غير بشخص واحد. وانا الانجازات اللي حققت في مشواري الكروي خاصه مع المنتخب الوطني المغربي ما حققتش شيء، ما صنعتوش بوحدي، صنعته مع واحد العدد ديال اللاعبين، صنعته مع جيل اللي تقاسمنا فيه بزاف ديال الحوايج زوينه ومره، قسمنا تحديات، قسمنا انجازات، وهذا مزيان. يعني كتبان لي انا صراحه انا سعيد جدا، لانه كنحس بانه هذا اعتراف لكل ما قدموا او ما قدموه من الاجيال اللي يعني ديال الستينات السبعينات الثمانينات حتى اليوم الخدمه في الوطن ديالنا الحبيب.